أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نارتكاسة. بيسعدنا في هاي الحلقة أن نلتقي مع عدد من الشابات والشباب من مجتمعنا الشركسي اللي خلال الفترة الماضية أثبتوا موجودية في عطائهم وعملهم الإيجابي والمجدي في الجمعية الشركسية وباقي مؤسساتنا الشركسية اللي موجودة في عمان في الأردن. بيسعدنا أن نلتقي في هاي الحلقة مع الآنسة مارينا شحالتوغ والآنسة مريم طموق والسيد ينال باروقة. أهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة من برنامج نارتكاسة. طبعا وجودكم معنا كشباب هو يعني بيدفعنا إنه نطلع على تجاربكم، نطلع على طموحاتكم، ونطلع على رؤيتكم خلال الفترات القادمة وتجاربكم اللي عملتوها في الجمعية الخيرية الشركسية. بدي أبلش مع مارينا. بدي أسألك في البداية إذا بتعطينا لمحة هيك بسيطة عن حالك، عن دراستك، عن شو عملتي في المؤسسات الشركسية، تجربتك، وشو الكفاءات اللي موجودة عندك اللي اشتغلتي فيها واستفادت منها الجمعية. تفضلي مارينا. أهلا فيك دكتور. بالبداية بحب أتشكر قناة نارت وكل القائمين عليها على هذا البرنامج الرائع. مارينا يحيى شحالتوغ، هندسة معمارية. بلشت التطوع من لما كنت صف سادس بلجنة البازار بالجمعية الخيرية الشركسية فرع وادي السير. أكيد بهذاك الوقت ما عندي كان هديك الصورة أو التطوع بالنسبة لي كان إشي كتير بسيط، أساعد بأشياء كتير بسيطة، بس تواجدي بالجمعية بهذاك الوقت حببني بالجمعية أكثر، خلاني كل ما أكبر سنة أبلش أشترك بلجان تانية. بلشت بلجنة النشاطات، اشتركت باللجنة النسائية، اشتركت برضه بلجنة البازار بكل الأعوام اللي كانت في أغلبها يعني. وبرضه هذا كلياته كان تقريبا لعمر 16-17 سنة لبلشنا نفهم مع بعض إيش يعني اللجنة، كيف بدها تصير أمور اللجنة، كيف الاجتماعات اللي بتصير، إذا بدي أعمل نشاط معين إيش لازم أعمل. فالمراحل هاي كلياتها يعني من عمر صف سادس لعمر 16-17 سنة بلشت تتكون عندي هاي الأمور. بعديها بمرحلة الجامعة بلشت مع مجموعة من الزملاء، أسسنا شيء اسمه نادي الإبداع الهندسي. نادي الإبداع كان فياته أشياء هندسية وأشياء برضه تخدم المجتمع المحلي. بعد ما خلصت جامعة فتت على أول ما تخرجت كان في ركود كتير وقتها بالسوق الهندسي، فرحت اشتركت مع لجنة التدريب والتشغيل بنقابة المهندسين. برضه هناك لما تطوعت معهم كان أغلب الموجودين كلياتهم كبار وخبرة كتير موجودة عالية، مقارنة إنه أنا حدا صغير حديث التخرج جديد. كان الموضوع شوي صعب وبيخوف كأول مرة بشترك بنقابات وبهيك أمور، بس بعديها مشت الأمور وأكيد كتير تعلمت منهم أشياء كتيرة، فبشكرهم كل اللي كانوا معي في اللجنة. بعد هيك بلشت شوي أطلع من موضوع إنه أنا بس بدي أشتغل أو أطوع بالفرع. بلشت أطوع بالجمعية المركز مع نادي متطوعي الجمعية الخيرية الشركسية، كان بال 2019 ولهلا بتطوع مع النادي. بعديها بلشت بعضو هيئة إدارية باللجنة بوادي السير. بعد هيك دخلت على التكافل، فحسيت أنا خلال مسيرتي بالتطوع كلياتها إنه أنا تعاملت مع كتير فئات من المجتمع، يعني تعاملت مع الكبير وتعاملت مع الصغير وتعاملت مع فئة الشباب. أكيد كل هذا خلى عندي شخصية تانية، يعني إحنا بس نطوع ما بنطوع عشان نخدم بس مجتمع، لما نطوع إحنا كمان نفيد حالنا نطور من حالنا، خصوصا لما إحنا نطوع بعمر كتير صغير. كثير ناس دائما بيسالونا انه ايش بتعملوا بالجمعيه او ايش اللي عم تعملوا، انه دائما جمعيه 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 طول حياتكم جمعيه. هم ما بيعرفوا انه اوكي انا بفيد المجتمع بس بنفس الوقت ممكن اطور من قدراتي، اطور من اشياء كثير ثانيه، وبنفس الوقت بفيد كل الناس اللي بحاجتي. شكرا. الآنسة مريم، تفضلي إذا بتحكي لنا عن تجاربك وعن دراستك وعن مؤهلاتك في العمل التطوعي في الجمعية. تفضلي. نعم، يعطيك العافية دكتور، شكرا كثير على المقدمة الحلوة اللي حكيتها عنا. أنا اسمي مريم علاء الدين طمق. يعني أنا هلأ مبدئيا عمري 30 سنة. بلشت بالجمعية الشركسية بناعور بال 2012 تقريبا، 2012-2011 كنا لجنة نشاطات. من دخولنا للجمعية بلشنا نعمل نشاطات مجتمعية تخص بس المجتمع تاعنا. بعدين بلشت أنا بحياتي المهنية، دخلت
مجال منظمات المجتمع المدني تقريبا كمان بهديك السنين، يعني بدك تحكي من 2012 بشتغل مع منظمات المجتمع المدني بشكل عام. بنعمل على برامج لها علاقة بتنمية المجتمع بشكل عام بالمجمل، المجتمعات المختلفة من كذا منطقة. بعدين دخلت على برجوعي للمجتمع الشركسي دخلنا عملنا لجنة اجتماعية بالجمعية المركز. أنا هلأ مساعد إداري في المجلس العشائري الشركسي وعضو لجنة اجتماعية في الهيئة الشبابية الشركسية. سيد ينال تفضل. يعطيكم العافية جميعا ويسعد مساكم يا جميع الحضور. شكرا لك دكتور على هذه المقدمة الرائعة بصراحة. أنا ينال عيسى بروقة، عمري 20 سنة، ما زلت على مقاعد الدراسة الجامعية، بدرس العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال. حاليا موظف في المطار الملكية الأردنية للطيران. بصراحة بلشت أنا حياتي وأنا صغير بفرقة نادي الجيل للرقص، تقريبا ضليت فيها لل 2011-2012. بعديها قطعت، كملت دراستي عادية بالمدرسة إلى أن شاءت الأقدار وبلشنا نشتغل بالمدرسة على برامج ومسابقات مع شركة إنجاز. بصراحة حبيت موضوع التطوع والخدمة المجتمعية بشكل عام، فبلشت أتدرج مع شركة إنجاز أكثر. شو ما كان يصح لنا مشروع مدرسة مرجي الحمام كنت أقدم وأكون مبادر فيه. مرة صرت أحب الموضوع، يعني بصراحة كثير الواحد بس حاله أنجز وبكون فخور بنفسه لما يقدم إشي لمجتمعه بشكل عام، حتى البلدة اللي هو عايش فيها أو المنطقة. فكنت دائما هيك زي ما تحكي مصنع للأفكار عشان الواحد إنه ينمي، يشوف كمان في فكرة ممكن يطبقها بمجتمعه، ممكن تطلع البلدة بشكل أحلى. كبرت دائرة ذاتي، بلشت أشتغل بأمور تانية. بلشنا بالجمعية الشركسية المركز بعد ما خلصت توجيهي تقريبا. كنا دائما نجتمع مجموعة شباب إلى أن بيوم من الأيام قررنا نعمل فكرة طبقناها يعني، ولكن للأسف ما استمرت. كانت اسمها لجنة لنا، كانت عبارة عن لجنة تختص بترميم البيوت الأشخاص الغير قادرين على ترميمها. اشتغلنا بيت واحد للأسف يعني، وما كملنا بالموضوع لأنه ما لقينا الدعم الكافي وعشان نستمر بصراحة. يعني الوعود اللي تم إعطائها إلنا ما كانت بمكانها. وحاليا عضو في جمعية المركز والهيئة الشبابية وديوان شراكة عمان، وعضو فعال يعني وين ما كان بالمجتمع الشركسي. الكل يعني بيعرف خصوصا الشباب يعني أي شيء بدهم إياه يعني ما بقصر معاهم. وأيضا برضه يعني نقدر نحكي إنه عضو بنادي المتطوعين. ونكتفي لهنا سيد باسل. اسم أنسة مارينا، حضرتك صار لك فترة عم تشتغلي بالمؤسسات الشركسية. طبعا احنا موضوع الحلقات هذه تتعلق بالجمعية بشكل خاص، لأنه عم تيجي هاي المجموعة بالتعاون مع مجموعة أسرة الجمعية الخيرية الشركسية، والجمعية هلا في فترة انتخابات، فمشان هيك عم بنحاول نركز من بين المؤسسات الشركسية على الجمعية. ما رأيك في الوضع القائم في الجمعية؟ هل نحن راضين عن الوضع القائم في الجمعية الخيرية الشركسية؟ أنا لا أقصد الإدارة الحالية فقط، أنا عم بقصد الوضع اللي إدارات مختلفة وصلت الجمعية له خلال المرحلة الحالية بإيجابياته وسلبياته. تفضلي مارينا. تمام. هلا كجمعية شركسية من أقدم الجمعيات اللي موجودة عندنا بالأردن، أكيد هاي الجمعية لها إنجازات كثير كبيرة، ونحب نشكر كل حدا كان السبب إنه الجمعية لهلا موجودة، وكل الأشخاص اللي ساهموا وأعطوا من وقتهم للجمعية. بس كجمعية بشوف هلا إنه لازمنا شغل كثير عليها، لأن جمعية عم نحكي من 32 سنة، من 1932، لها عمر كثير كبير، فلازم يكون مكانها كثير أحسن من هيك هلا. فهذا بلزم إنه إحنا كهيئة عامة كلياتنا وكل المجتمع الشركسي اللي موجود هون إنه نشتغل مع بعض ونحط إيد بإيد مع بعض حتى نقدر نطور منها ونشوف جمعيتنا بالمكان اللي احنا حابين نشوفه. وهاي الدور بالمرحله هلا زي ما حكينا هلا من خلال انتخابنا لاعضاء الهيئات الاداريه، وتواجد الهيئه العامه دائما لازم يكون قريب من الجمعيه. تمام. أنسة مريم، ما هي التحديات الرئيسية اللي بتشوفيها بتواجه الجمعية في المرحلة الحالية؟ المرحلة يعني الجمعية عليها كثير أعباء، عليها مسؤوليات، واجبات، ولكن بالنسبة إليك شو هي التحديات الرئيسية اللي الجمعية بتواجهها؟ تفضلي. نعم، في الفترة الحالية بعتقد إنه أهم التحديات اللي بتواجه الجمعية يعني نقدر نقسمها لكاتيجوريز معينة. مثلا عندنا تحديات اقتصادية،
لانه الوضع الاقتصادي اصلا الراهن في المنطقه او بالاردن بشكل عام هو وضع متازم قليلا، فهذا الشيء بيخلي اصلا وضع الجمعيه الاقتصادي صعب، مشاريعنا متوعكه شوي، الرسوم التشغيليه اصلا للجمعيه بشكل عام عم ترتفع. بنفس الوقت الداعمين او للجمعيه اللي بتبرعوا المتبرعين الرئيسيين كل ما لهم عم بيقلوا، فهاي كلها تحديات اقتصاديه كثير كبيره موجوده بالجمعيه. غير هيك احنا بنحكي عن ادارات متتاليه على الجمعيه بدون خطط تخلي الجمعيه تمر خلال الفترات اللي احنا هلا عم نواجهها. تحدي كثير كان واضح قدام الجمعيه، كمان بنفس الوقت غياب الهيئه العامه عن الجمعيه. يعني احنا نسمع عن الهيئه العامه بس بتنتقد الجمعيه، ما بنلاقي اعضاء هيئه عامه بالقدر المطلوب. طبعا في اعضاء هيئه عامه مهتمين وبيترددوا على الجمعيه، بس بنفس الوقت ما في العدد المطلوب، الدعم المطلوب من الهيئه العامه مش موجود للجمعيه. فهذا الشيء اللي اعتقد من اكبر التحديات اللي عم تواجه هلا بهاي المرحله الجمعيه الخيريه الشركسيه. سيد ينال، الجمعيه الخيريه الشركسيه يعني يبدو انه معظم مجتمعنا يعني بيطمح انه يكون الوضع افضل. الجمعيه يعني الناس بتوقعوا انها تقدم خدمات اكثر، وخاصه انها زي ما تفضلتوا بانها سنه 1932 موجوده، عدد اعضائها واسع بالنسبه لباقي المؤسسات الشركسيه. فالجمعيه الشركسيه وطموحاتنا إلها، يعني شو هو الوضع اللي عم بيخلي الجمعيه تضلها ثابته في مكانها ولا تلبي طموحات المجتمع؟ تفضل ينال. بصراحة أنا بشوف الجمعية بنقصها البناء الاستراتيجي والفكر الاستراتيجي. يعني هو الموضوع ما بتعلق بس بالإدارة الحالية أو اللي قبليها، لا، هو الموضوع كثير أقدم من هيك. التخطيط الاستراتيجي يبدأ من قبل. خلينا نحكي في عندك مدى قصير ومدى قريب. لازم من قبل كان يكون في خطط، عشان أنت ما بتعرف مثلا زي كورونا، من دون ما نعرف، من دون ما حدا يحس، فجأة دخلت خربت كل شيء بالبلد. يعني مستوى مش بس على مستوى جمعية، على مستوى بلاد كامل. فهذا الموضوع كان يكون من قبل مترتب له. لازم يكون كجمعية شركسية في خطط على المدى البعيد وعلى المدى القريب، ويكون أيضا في بناء استراتيجي صحيح. في حال مثلا فشلت الخطة ألف يكون في باء وجيم ودال كمان، مو غلط. فالموضوع هو أصلا متراكم، والتراكم عم بيزيد أنا برأيي. بس يعني أنا واثق وعلى يقين تماما الجمعية زيها زي أي إنسان، خلينا نشبهها. كل إنسان بيكون بحياته طريق مستقيم إلا ما يطلع جبل ولا ما يشوف وادي. فإن شاء الله يعني ما بعد كل وادي إلا جبل، وإن شاء الله خير. يعني أنا بالنسبة لي متفائل بالأيام الجاي، ولعله خير يعني في الدورة المسبقة القادمة عفوا. إن شاء الله. آنسة مارينا، يعني إحنا بنطمح إنه جمعيتنا تصير أفضل دائما، ولكن حضرتك كشابة كيف بتشوفي الجمعية؟ وين لازم توصل؟ شو ممكن إنها تساوي الجمعية؟ تفضلي. هلا بداية أنا بشوف الجمعية هي المكان اللي راح يكون فياتها كل فئات المجتمع يكون موجود بهاي الجمعية. الجمعية لازم يكون فيها الكبار الصغار، لازم يكونوا فيها الشباب، كل فئات المجتمع موجودين، والجمعية توفر لهم كل الأشياء الاجتماعية الثقافية، كل الأمور هذه تكون موجودة عندهم، حتى أشياء دراسية، أشياء تعليمية. الجمعية هي المكان اللي راح تخلق من الأشخاص هذول قيادات راح تحببهم بالجمعية ليضلوا يشتغلوا فيها. ما بدنا نضل نشوف الجمعية، يعني أغلبنا بشوف الجمعية هي مكان بس لأجي أعمل جق فيه، أو الجمعية مكان عشان بس أجي أسهر فيه، أو الجمعية هي مكان نعمل إيفنت أطفال يلا نروح عليه. فعشان هيك لازم نشتغل على مع بعض أكثر بهذا الموضوع. يمكن شوي إنه نوقع اتفاقيات مع أكثر من جهات تدعمنا بهذا الموضوع. السيدات نجي نعطيهم مشاريع ثانية تقدر تدعمهم. هاي المشاريع ممكن إنه مع السفارات أو أي جهة ثانية ممكن تيجي تعلم السيدات أي مشروع ثاني يقدروا يفتحوا من خلاله مشروع خاص فيهم. وبنفس الوقت هلا الهيئة العامة كلها إذا بدنا نشوف جمعيتنا بمكان أحسن لازم دائما يكونوا متواجدين. الهيئة العامة لما تيجي تشتغل ما تيجي تشتغل عشان شخص أو عشان إدارة أو هيئة إدارية معينة، دائما لازم يكونوا يشتغلوا بس بمصلحة المجتمع نفسه. يعني أنا ما بفرق من عندي مين الشخص اللي هلا قاعد بالإدارة، ما بفرق من عندي مين الرئيس اللي موجود، لازم أنا لما أشتغل بدي أشتغل إشي لمجتمعي كامل.
هلا اللي عم بيصير انه اغلبنا بنكون كلياتنا موجودين بالساحه، وبنكون بدنا نحسن الجمعيه وبدنا نطورها، بس اول شهرين ثلاثه لما تستلم اي هيئه اداريه جديده بتلاقي الكل اللي حواليهم اصحابهم قرايبهم عائلاتهم موجودين، بس بعد هيك بتبلش المشاكل، بتبلش كثير قصص ببلشوا يبعدوا. فانا ليه انا اربط تواجدي بالجمعيه بتواجد الاشخاص الموجودين؟ انا لو التطوع والشغل بالجمعيه بده نفس كثير طويل حتى انا اقدر احسن من مكانه الجمعيه. تمام. أنسة مريم، هلا حضرتك عندك تجربة واسعة وخاصة في بعض المشاريع، واحنا دائما بنحكي عن انه بدنا مشاريع، وفي عمل للجمعيات ممكن يكون اوسع من عمل مجرد نعمل حفلة او نعمل نشاط اجتماعي. الجمعية عندها مقدرات، عندها رأس مال مناسب. ما رأيك وين ممكن انه يصير في توجه من الناحية الاقتصادية، من ناحية تطوير المشاريع؟ هل في بالك افكار معينة؟ تفضلي. المشاريع اللي بتعملها الجمعية، احنا مشكلتنا بالجمعية الشركسية انه الخدمات اللي بتقدمها الجمعية من ال 32 الى الان متشابهة جدا. يعني انا ما عم بحكي انه ما في انجاز، طبعا في انجاز كثير كبير للجمعية وما حدا بيقدر ينكره، بس الخدمات اللي بتقدمها الجمعية دائما بتكون من منظور الهيئات الإدارية الموجودة بالجمعية. انا بعتقد اذا بدنا نوصل لمشاريع ناجحة لازم نعمل لازم نشرك الهيئة العامة والسيدات الشركس بتصميم البرنامج نفسه. يعني اذا اليوم نقعد مع السيدات المنتجات بالمجتمع الشركسي بنقول لهم شو المشروع اللي انتم بتحتاجوه او شو المشروع اللي ممكن يفيد الجمعيه، رح يعطوك افكار كثير اكبر وكثير ادق من الافكار اللي موجوده عندنا، لانه هم بالخبره بالميدان. فانا بشوف انه الوضع الاقتصادي للاردن بشكل عام ما بده مشروع ضخم كثير، بده مشاريع صغيره بتعمل در للدخل بطريقه سريعه عشان نقدر نحرك الاقتصاد اللي بيعمل لنا مشاريع اكبر. فمن وجهه نظري الشخصيه نبلش بمشاريع صغيره مع اصحاب الاختصاص. يعني اذا بدنا نعمل مشروع له علاقه بالتعليم لازم يكونوا معلمين او لازم يكون عندهم خبره بالتعليم، واحنا اللي ما عندنا الخبره نعطيهم دورهم، نخلي المسؤول عن الشغله هو الانسان اللي بيفهم فيها، ونبلش بهاي الطريقه. يعني مشاريع صغيره لها مع اصحاب اختصاص، بعدين ننتشر لمشاريع اكبر ونكبر مشاريعنا. بس نبلش نفكر بمشروع كثير كبير ما راح يزبط معنا بالفتره الحاليه. بس سيد جنال، وانت تحمل الروح الشبابيه وروح العمل والهمه، شو برايك الجهود المطلوبه في العمل، إن كان من الشباب إن كان من الأكبر عمراً، شو المطلوب منهم يبذلوا مشان الجمعية تتطور وتصير توصل للنتائج والأهداف اللي بتوخاها؟ ما هي الجهود المطلوبة؟ تفضل سيدنا. دكتور، أنا صراحة بشوف شبابنا بشكل عام، يعني ما راح أحط نسبة معينة، ولكن عندنا ثقافة العيب جداً عالية. يعني أنا بدي أقول لك من كان عمري 17 سنة أنا بشتغل، كنت في مجال المطاعم. كل شخص شركسي كان بعرفه بحاجة لشغل عم بقول له تعال مثلا اشتغل في المطعم الفلاني، طالبين ناس مثلا قريب عن بيتك، مش بحاجة، يعني في مميزات كويسة لإلك، ما أنت قاعد بقول لي لا أنا ما عم بشتغل، ما بشتغل مجال المطاعم. طب تعال اشتغل مثلا في مجال خلينا نحكي الورشات، برضه بقول لك لا ما بشتغل. طب شو المانع؟ انت قاعد عم تاخذ مثلا مصروفك من اهلك، ما عم تصرف على شيء ببيتك، ليش ما تقوم تشتغل؟ بقول لك انا ما بشتغل بهذا، بده مكتب، بده يرتاح يشوك فيها مدير. هذا الحكي ما بيصير. احنا بداية كشباب كصبايا لازم نشتغل على ثقافة العيب، نحسنها. وانا في اكثر من مرة طرحت على موضوع الجمعية الشركسية، نبلش بموضوع انه خلينا نحكي جيل من عمر 17 ل 21، وانا كمان مستعد ان اكون واحد منهم. موضوع صارت الإيمان. أكثر من مرة باجي بتقدم بالفكرة يا جماعة الخير، بدل ما نجيب السودانيين يقدموا قهوة، خلي يطلع حدا من شبابنا يشتغل بهذا الإشي. يعني أنا على مستوى أبناء منطقتي مرجي الحمام، العبابيد، بتطلع مثلا عليهم قاعة جار القمر، والله إنه برتفع لهم القبعة بصراحة، ما بدخلوا حدا. يعني اللي بضيف واللي بنظف واللي بيستقبل كلهم منهم وفيهم، يعني صراحة إشي كثير مفخرة إلهم. وانا صراحه كمان بفتخر انه عندهم ناس زي هيك، ليش احنا كمان ما يكون عندنا زي هيك؟ يعني هذا الموضوع
لازم ينشغل عليه من قبل التربية من عند الآباء أول شيء. بعدين أنت كجمعية تكون معزز لهي الفكرة، أنك أنت ما تستحي لما تيجي تشتغل كشاب هون، إنه أنت بالآخر اللي بشوفك يا هو عمك يا بكون ابن عم أبوك، يعني إحنا كلنا بالآخر حلقة وصل وحدة، كلنا بنشبه بعض. فبصراحة يعني أنا بالنسبة لي أول نقطة لازم نشتغل عليها موضوع ثقافة العيب بين الشباب، إنه نغرس فيهم الفكرة إنك أنت إذا عم تشتغل لحالك لابنك لحفيدك اللي راح يجي بالمستقبل، لا نضلنا بس بنفس النمط ونفس السير، إنه إحنا كلياتنا بدنا نكون مدراء، وكلياتنا بدنا نبلش من أعلى الهرم، بدناش ننزل من تحت نبلش. ويعطيك العافية. يعني هلا يعني ممكن انت عم تقترح بانه لازم مؤسساتنا والاهل والعائله يتجهوا نحو الشباب ويحاولوا يعني يعطوا نوع من التوعيه في موضوع العمل واهميته وضرورته، ويشجعوا ويحمسوا الشباب على انهم يبلشوا بهذا الموضوع. طبعا وفي دور على الشباب انفسهم، لازم يتخطوا مرحله يعني الاعتماد على اهلهم. صحيح. آنسة مارينا، القضايا اللي بتعتقدي انه لها اولويه اللي يفترض انه الجمعيه او بتقترحي انه الجمعيه تتولاها، ما هي الاولويات اللي على الجمعيه ان تقوم بها؟ تفضلي. هلا بالبدايه اول شيء بعد الهيئه العامه ارض حنوطيه كثير لازم يشتغلوا عليها ويستثمروها. احنا ما نضل دائما نعتمد على التبرعات اللي موجوده عندنا. التبرعات احنا هو المصدر الدخل يمكن الاساسي اللي موجود. لازم نعمل استثمار بارض حنوطيه، لازم كثير نسلمها لناس فهمانين بهذا الموضوع ويشتغلوا عليه. وبرضه مطعم سماور لازم نشتغل عليه، ومدرسه الامير حمزه نشتغل عليهم. لازم نعمل لجنه استثمار تدرس هذا الشيء، نعطي الخبز لخبازه، الناس اللي بتفهم بهاي الامور نعطيها وتبلش تمشي. احنا ليه دائما بنخاف نجرب شيء جديد؟ الشركه بعيدين كل البعد عن التجاره عن الاستثمار باي شيء، فليه ما نجرب؟ ممكن اول مره ما تزبط، ثاني مره ما تزبط، بس الا ما تزبط معنا. يعني ما نخاف ان نجرب. كل هيئه بتيجي بتخاف تجرب، بتبلش بخطوه خطوتين بعدين بيوقفوا. هدول اهم المواضيع او القضايا بوجهه نظري انه لازم نشتغل عليها، لانه رح يحسنوا كل شيء ثاني بعدين. آنسة مريم، احنا حاليا على اعتاب انتخابات جديده للجمعيه الخيريه الشركسيه، وفي كتل عم تتشكل. بحكم كونك شابه ومتابعه، شو بتنصحي الكتل المترشحه، الاشخاص اللي عم بيترشحوا للجمعيه الخيريه الشركسيه، شو بتنصحيهم؟ تفضلي. اول نصيحه، وهو نصيحه ورجاء دائما للاعضاء الهيئه الاداريه، انه لازم يتحملوا الضغط، يقدموا يعملوا حلقه وصل بين المجتمع والجمعيه. لازم يكونوا على قد الثقه، لازم يتحملوا الضغط، لانه ما بيصير نصير يعني انا بتمنى انه بالهيئه الاداريه القادمه ما نشهد عمليه الاستقالات اللي شفناها بالهيئتين السابقتين. بتمنى من الهيئه الاداريه الجديده، وبنصحهم نصيحه كثير مهمه، انه يعني انا ما عم بعمل دعايه عن جد، بس مجموعه الاسره اللي موجوده بالجمعيه اللي عم تقدم اشياء، يعني انا بحكم عملي بعرف ايش يعني الواحد يعمل خطه استراتيجيه للمكان اللي هو فيه، وبعرف قد ايه بندفع بعمل خطط استراتيجيه. لما يكون في عندنا قامات شركسيه عندها خبره يعني عاليه جدا، وعندها مقدره ورغبه بانها تقدم شيء للجمعيه، بتمنى من الهيئات الاداريه اللي جايه انه تبلش تشوف المجتمع بادارتها للمكان، تبلش تاخذ كلمات المجتمع، شو المجتمع الشركسي بحاجه، تبلش تبني برامج على حاجه المجتمع الشركسي، مش على احنا شو بنشوف مناسب. هاي من جهه ثانيه كمان بتمنى انه نشوف بعض المؤسسات الشركسيه. يعني انا لما بعرف انه على سبيل المثال، انا رح احكي الاسماء بشكل عام. مثلا اذا انا بعرف انه الهيئه الشبابيه تهتم بالشباب، ليه ما بجيب الهيئه الشبابيه وبحكي لها انا بدي اعمل مشروع للشباب، يلا نتعاون انا وياكي. لما المجتمع الشركسي، لما الشباب الشركسي يشوفوا المؤسسات الشركسيه واقفه مع بعض عن جد جنب بعض بيشتغلوا مع بعض، هذا الشيء بيقوي الجمعيه الشركسيه وبيقوي المؤسسات الشركسيه. في فرق كتير كبير بين تعدد المرجعيات او تعدد المؤسسات. لما يكون لا، احنا لازم نبلش نستفيد من تعدد مرجعيات المؤسسات الشركسيه.
احنا عندنا مؤسسات شركسيه تابعه للداخليه، عندنا مؤسسات شركسيه تابعه لوزاره التنميه او وزاره الشباب، فلازم نستغل الفرص، نتيح الفرص للشباب ضمن تخصصات كل مؤسسه. بس هذا الحكي ابدا مش معناته انه كل مؤسسه تشتغل لحالها، لازم المؤسسات الشركسيه تاخذ صف واحد وتبلش تشتغل مع بعض ويقدموا هاي كل الخدمات تاعتهم للشباب او بغض النظر للمجتمع كامل، للمراه للرجل. بهاي يعني هاي النصيحه اللي لازم ياخذوها الهيئه الاداريه القادمه قبل ما يوحدوا حالهم ويوحدوا المؤسسات الشركسيه، كلهم يشتغلوا مع بعض عشان كلنا نطلع نقدم يعني عمل يليق بالمجتمع الشركسي كما يجب. يعطيك العافيه. تسلمي، شكرا. سيد ينال، يعني احنا بعصر التواصل الاجتماعي، وفي عنا هلا عم صرنا كمجتمع شركسي نقدر نتواصل مع بعض. زمان احنا جيلنا كان يعاني من انه كل يعني ما عندنا تلفزيون، ما عندنا راديو، ما عندنا امور كثيره كمجتمع شركسي. لكن حاليا وسائل التواصل الاجتماعي عم تجمع الشركسي اللي في العالم كلياتهم. ما رايك؟ هل احنا كمجتمع عم نحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل بيناتنا؟ هل هذا بيعزز من قدراتنا ومن عملنا؟ تفضل. نعم دكتور، يعني صراحة بشوف كثير أشخاص بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جدا رهيب، وبصراحة يستحق الذكر السيد جندار خمس. يعني بحاول قدر المستطاع، يعني مثلا على الانستغرام فعال، بحاول يجمع أكبر عدد شباب، بيعطي نصائح ومعلومات شركسية وأمثال، وحتى مرات إنه هو وزميل وصديقه عفوا إسحاق، يعني مرات كثير بيقدموا حلقات جدا رائعة عن الزي الشركسي، بيحكوا عن الحروب، يعني جدا بيفيدوا، بيستخدموا الموضوع بشكل صحيح جدا. وبصراحة لسه بيطلع أكثر من هيك معانا. انسى موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، مفروض إنه إحنا مو بس نشتغل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، برضو إحنا كمان لازم نشتغل الموضوع التاريخي. يعني إحنا على سبيل المثال كل سنة بنحتفل موضوع الزي الشركسي، وطول عمرنا بنحكي إنه إحنا الشركس أول ناس دخلنا عمان، وإحنا أول ناس بالأردن وإلى آخره. ولكن خلينا نطلع مثلا حاليا على عمان، شو ضل إلنا؟ خلينا نحكي لمسة تاريخية من هناك، ما ضل في إشي. يعني بصراحة أنا بشوف كضمن خطة للهيئة الإدارية القادمة والجديدة، موضوع إذا ما بعرف شو عندنا إحنا ممتلكات كجمعية بوسط البلد، ولكن حد علمي إنه إحنا بنعرف إنه في عندنا ممتلكات هناك. لو بس يتم شراء، خلينا نحكي بيت صغير، قطعة أرض صغيرة، بنعمل فيها متحف للزي الشركسي يضل هناك دائم، نوظف فيه أشخاص بيحكوا اللغة الشركسية، أشخاص مستعدين يشتغلوا صدقا ومن قلبهم على موضوع التواصل الاجتماعي. وسط البلد بدخلها مليان سياح من جميع الجنسيات. احنا ممكن بهاي الحركة اذا عملنا مثلا متحف صغير، نحط فيه ازياء، نحط فيه صور تاريخية للشركس بعمان، نبرز حالنا اكثر داخل المجتمع الاردني، وايضا جلب ثقافات اخرى. يعني جبل قلعة عندك بوسط البلد، المدرج الروماني، سبيل الحريات، في اكثر من وسيلة انك تستقطب عفوا الاجانب فيهم هناك. يعني بتعمل لمسة تاريخية جميلة لك بوجودك. فبصراحة موضوع التواصل الاجتماعي بنشغل عليه حتى مع المشاريع، موضوع جدا كبير. ولكن حاليا أنا بشوفه بصراحة بستحق الشكر والتقدير السيد جندار وأصحابه اللي بيشتغلوا على المواضيع، إبراز الحقائق الشرقسية، الحروب، شرح عن الزي. يعني بصراحة جدا شغلة رهيبة. شكرا. آنسة مارينا، كثير بنسمع انه شباب الايام هاي بيختلفوا عن شباب زمان. يعني كل جيل بيحكي احنا من بعدينا الشباب بطلوا زي زمان، عادات وتقاليد ما بيعرفوها، انتماء للمجتمع مش موجود عندهم. فكل جيل تقريبا هاي بنسمعها على دائما، يعني انه احنا جيلنا من بعدي اللي بعدينا ما عندهم تمسك بالعادات والتقاليد او انتماء. ما رايك في منه هذا الحكي؟ هلا ما بقدر اجزم كامل اعطيك نسبه معينه، بس تقريبا يعني ممكن هلا اكيد مع التطور اللي احنا من فياته عم بتقل هذا الشيء، يعني عم بيقل وجود هاي الاشياء، بس بنفس الوقت في شباب لسه محافظين على العادات والتقاليد، موجوده عندهم الاحترام، موجود عندهم كثير امور. يمكن الشيء اللي خلى هذا الشيء يصير بين الاجيال، زمان كان اغلب الشركات محصورين بمجتمع معين، يعني كانوا اذا بدهم يطلعوا على الجمعيه، اذا بدهم يقعدوا بمكان بين بعض من نفس المجتمع،
بس حاليا شباب الايام مفتوحين على كثير اماكن ثانيه، وكثير صاروا بعاد عن المجتمع، وبنفس الوقت عن الجمعيات، عن النوادي. لو نيجي نشوف هلا عدد الناس اللي عم ترتاد الجمعيات او النوادي كثير قليل بالنسبه لزمان. زمان الشباب لما كانت تهطش او تروح اي مكان ممكن يتجمعوا بنادي، هلا في كثير اوبشنز ثانيه يروحوا عليها الشباب، وصاروا كثير يبعدوا، فهذا اكيد له دور. بس بنفس الوقت شباب هاي الايام ستيل في ناس عندها هذا الشيء، في عندها الاحترام المتبادل بين الكبار اكيد لسه موجود، بس هو كل عصر وله شيء. يعني ما بنقدر نقارن احنا الحياه اللي عم بيعيشوها الشباب هلا بالحياه اللي زمان عاشوها، يعني زي ما بتحكي كثير صعب المقارنه بيناتهم. فلسه هلا بحس كثير صعب علينا احنا مع كل الاشياء اللي عم بتصير حوالينا، ومع انخراطنا اكثر بالبيئه اللي حوالينا والناس اللي حوالينا، انه نضل محافظين على هذا الشيء زي زمان. زمان كثير كان اسهل الموضوع يمكن انه احنا نضل محافظين على هذا الشيء. ما رأيك آنسة مريم؟ هل هذا الحكي، يعني هل أمور العصر أو متطلبات العصر عم بتخلي الشباب يبعدوا عن مجتمعهم، عطائهم عم بخف؟ تفضلي. هلا بمنظوري الشخصي احنا لازم نتفرج على منظومه متكامله. يعني اذا بنحكي عن اذا بدنا نقارن اجيال لازم نقارنها بمنظومه متكامله. زمان كان الشاب الصبيه لما يخلصوا مدرسه الجامعه مفتوحه، لما يخلصوا الجامعه الشغل موجود. بالوقت الحالي الشاب والصبيه بدرسوا، بيشتغلوا، بيكملوا دراسه بالجامعه وهم بيشتغلوا، بعدين بيتخرجوا يمكن يلاقوا شغل يمكن ما يلاقوا شغل. في تحديات كثير اكبر من التحديات اللي كانت موجوده عند الاجيال السابقه. الاجيال السابقه كانوا معظمهم بيشتغلوا بشغل بيخلص الساعه 3 4. هلا في الوقت الحالي احنا شباب نشتغل للساعه 6 و7 و8 المساء. هذا الشيء خلى الشباب ما عندهم وقت، مش ما عندهم حب، مش ما عندهم رغبه بالذهاب للجمعيه، لا ما عندهم وقت. هم مستنزفين اوريدي من كل شيء عم بيمروا فيه، من تحديات اقتصاديه عم بتواجه الشباب، من تحديات اجتماعيه برضه ضمن مجتمعات ثانيه، ضمن مجتمع الجامعه، مجتمع المدرسه. بعد كل هذا لما يخلصوا كل هذا ويرجعوا يجوا على الجمعيه، فهم بدهم مكان يستوعبهم، بدهم مكان يأمن لهم الشيء اللي هم بدهم اياه. فعدم وجود مكان بالجمعيه يحتضن الشباب مع كل التحديات اللي هم الشباب بيواجهوها، هذا خلى الشباب يبعدوا، مش لانهم حابين يبعدوا بس لانه هاي هي الظروف. يعني احنا محطوطين بظروف كثير اصعب من اللي كانت عند الاجيال اللي قبل، فالمقارنه ما راح تكون مضبوطه 100%. الشباب بالايام هاي الشباب تغيروا، طبيعه الشباب تغيرت، بطلوا يقدروا يكونوا بس منفذين لبرامج. هلا الشاب صار عارف انه هو عنده قدرات انه يكتب برامج، صار عنده قدرات انه يشارك في صنع القرار. ففي عندنا يعني مؤسسات ثانيه بالمجتمع عم تمنحهم هذا الشيء. في عندنا مؤسسات عم تخليهم يقعدوا مع صناع قرار. زي ما حكيت قبل شوي هي برامج الجمعيه الشركسيه ثابته، ما عندنا برامج زي ما الشباب بيحبوا تكون. يعني انا اليوم اذا بدي اتفرج انه شو الشباب بدهم، ليتلي عم بشوف انه هم بيهتموا بدورات ال 3D printing. طب مين ممكن يكون من جيلنا عارف انه الشباب بدهم هاي الشغله؟ بس لما نقعد الشاب معنا على طاوله صنع القرار بنصير عارفين شو الشاب بده، عشان هيك هو رح يجي على الجمعيه. ما لازم نضل معتمدين على الولاء والانتماء بالقضيه الشركسيه، طبعا موجوده عند الكل، بس ما لازم نضل معتمدين عليها، لانه لازم يكون في خدمات اخرى تقدمها الجمعيه للفئه الشابه عشان تيجي على الجمعيه، لانه في نوادي اكثر، في متنفسات اكثر للشباب بمحلات ثانيه. فعشان نكسب الشباب يضلوا يجوا على الجمعيه لازم نامن لهم اللي هم بدهم اياه ببيئه امنه احنا قدامنا احنا قادرين نشوفها. سيد جلال، يعني انا اللي عم بشوفه انه مريم عم بتحكي انه او هيك عم بفهم الموضوع انه الجمعيه الخيريه الشركسيه لازم تعيد تقييم نشاطاتها بحيث تكون كمان الجمعيه جاذبه لمتطلبات الشباب. الشباب عندهم متطلبات جديده، بيرجعوا على الشغل من الشغل متاخرين، في عندهم مسؤوليات كبيره، عم بيبنوا اسر. هل تتوقع انه الجمعيه الخيريه الشركسيه لازم تتفهم احتياجات الشباب وتتاقلم
وعلى الأقل يعني يكون في بالهيئة الإدارية بالهيئات الإدارية من الفئات الشابة بالعشرينات بالثلاثينات بالأربعينات، يكون في تنوع مشان هدول الناس اللي بالإدارة يكونوا فاهمين شو احتياجات كل مرحلة عمرية من المراحل، ويكون لهم مكان في الجمعية الشركسية. تفضل ينال. هو دكتور صراحة الفرق بين الأعمار خصوصا التباعد بين الأجيال، يعني مو شرط إنه يكون مثلا شاب بين 20 واللي قدامه عمره 60، مش شرط يكون واحد بينهم 40 سنة عشان يتواصل بين الطرفين. بالعكس إحنا عندنا مشكلة إنه ما في ثقة بين بعض. يعني خلاص الفكرة أنا بحكيها مرات ممكن الأكبر مني عمرا يعني ما يتفق معي عشان والله هو أعلم مني أقدم مني عمرا. مو شرط إنه أنت كشخص عمرك مثلا خلينا نحكي 50 60 سنة إنك تكون عندك نفس الخبرة أنا شفتها. بالآخر الجيل الطالع الأيام هاي، يعني والله أنا كشخص عمري 20 سنة أخوي الصغير بعرف أشياء أكثر مني مثلا بالتليفون. مو شرط إنه أنا والله عشان أصغر منك تكون أنت دائما أفهم مني. بالعكس في مرات شباب يعني صدقا أصغر مني أنا كينال بتعلم منهم لسه كمان. فمو عيب مو غلط إنه الواحد يتعلم من الأصغر منه. يعني إحنا عندنا مشكلة سوء فهم إنه إحنا خلص إحنا أكبر إحنا لازم نكون دائما الصح يمشوا معانا. مرات الشاب بنجر مع الكبير على غلط. ما بصير الحكي هذا. لازم الشخص يفرض على مش ما نحكي يفرض بالغصب، ولكن بطريقة محترمة ولائقة إنه يفهم وجهة نظره الطرف الآخر إنه أنت على غلط. لو عملنا هيك بيكون أحسن. فوحدة برضو من الأسباب اللي كثير بنعانيها كشباب، أنا بدي أقول لك عن تجربتي بالجامعة يعني لك للمشاهدين. مثلا أنا بالجامعة مشترك ببرنامج أنا أشارك، كان فترته فصل كامل دراسي 4 أشهر. هو عبارة عن 3 مراحل. مش من المنطق إني أنا كطالب جامعي أشترك مع أحد المبادرات بالجامعة، ولأني متفوق وأثبت حالي وجداراتي هناك رفعوني عن ليفل كامل وأخذت بعديها أنا أشارك الزمالي، مع إنه علما إنه في بالنص بينهم برنامج ثاني اسمه أشارك بلس لازم تاخده عشان تكمل على الزمالي. طيب أنا كشخص أثبت حالي عملوا لي هاي المرحلة وبلشت أشتغل معهم بالجامعة، وصلت لمرحلة إنه أنا عم بطلع إنه هنا في تطور في إنجاز لما الواحد يشتغل في مقابل. أما إحنا كجمعية لما نجي نشتغل، يعني أنا شخص بدرس جامعة بمعان وبشتغل يعني شغل 12 ساعة باليوم لما أنزل أداوم، عبارة عن أسبوعي كامل فل. ولكن لما حد يطلبني باجي إذا أنا فاضي باجي بساعده، بس ما في مقابل بالآخر. ما عم بقول لك إنه لازم يكون مقابل مادي. يا أخي لما نيجي نشتغل إحنا مثلا خلينا نحكي فرز أواعي، خلينا نحكي مثلا ترتيب لحفلة، يجي حدا كبير يحسس الشخص اللي اشتغل إنه أنت إلك أهمية، أنت إلك دور، أنت مثلا من دونك إحنا ولا إشي، اضحك عليه بكلمتين. مثلا إذا اشتغل من أول اليوم لآخر اليوم مش راح تكسرك إذا بتجيب له وجبة طعمية. بس مرة على مرة يعني التطوع والمتطوعين وعدم فهم موضوع المتطوعين وعقليتهم بيخلي المتطوع نفسه ينسحب من الساحة، لأنه عم بيجي بس عم بيشتغل وما في مقابل. بصراحة عم بيضيع وقته. أنا بصراحة في أشياء أهم إني أروح أسويها من أضلني أروح كل يوم وما في إشي. يعني شفت الشباب مرة ومرتين وثلاثة وتسلينا واشتغلنا وأنجزنا، ولكن لمتى؟ أنا ما يعني لا عم باخذ شهادة ولا مثلا عندي مادة بالجامعة تدريبية لتطوع، أنا ما عم بستفيد إشي. حتى إن كجمعية ما عم تحسسني إنه والله أنا عملت كثير مهم إلكم. فإحنا لازم نعمل يعني خلينا نحكي فكرة صغيرة، نفهم المتطوعين، يعني نشوفهم شو بلزمهم، كيف نضلهم على وفاق إحنا وياهم. أما ما أضلني أحسس الشخص إنه هو عبارة عن آلة وعم بيشتغل عندي. مش هيك الموضوع. يعني بصراحة أنا بس أجي أشتغل مع أي مبادرة برا كثير برتاح، مو زي الجمعية بتحس الكل عم بيشتغل من قلب ورب برا. بس بالجمعية بتحس شخص جاي والله عشان يلمع، شخص جاي والله جد عشان يساعد، شخص بس هيك إثبات وجود إنه هو إجا. ما بصير الحكي هذا. يعني لازم تزرع بالواحد قبل ما يجي مفهوم تطوع. بس يعني بصراحة مش عارف ما فيش ولا أي يعني هيك خلينا نحكي فكر للمتطوعين كيف يشتغلوا كيف يبلشوا كيف أزرع فيهم موضوع تطوع، كيف أخليه جد من يشتغل من قلب ورب. شكرا. آنسة مارينا، شو هي المعوقات اللي بتسبب في إحباط اللجان، في عدم قدرة اللجان على إتمام المهام تبعتهم؟ حضرتك اشتغلتي بعدة لجان وواجهتي بعض الإشكالات اللي
ممكن انها تكون ما اعطتك مجال انه او انت والاعضاء اللجنه انه تقوموا بهذا العمل. ما هي المعوقات اللي تعيق تقدم وعمل اللجان؟ تفضلي. هلا احيانا بيكون المعوق الرئيسي والاساسي الهيئات الاداريه، مش كهيئه اداريه كامله، ممكن يكون وجود اشخاص بالهيئه الاداريه هم اللي عم بيعيقوا عمل اللجان. يعني احنا لما بده يجي مجموعه من الاشخاص انه يجوا يشتغلوا بهاي اللجنه، لازم اعطيهم شويه حريتهم، ما اضل اتدخل انه انا بفهم بهذا الشيء. هلا اوكي، ممكن هو اكيد اكبر منا عمرا، اكبر منا حكمه بكثير اشياء ثانيه، بس هم بيفكروا بهاي الطريقه وهم حابين يشتغلوا على طريقه معينه. ما بزبط انا اضل كل ما بدهم يمشوا ستيب لقدام اضل ارجعهم لورا، اضل انا بدي اقودهم. يعني ليه دائما بنضل نطلع على اللجان انه لا، شو ما كانت اللجنه حتى لو لجنه وفيها ناس كثير كبيره، لا احنا كاداره احنا افهم من اللجان. دائما عندنا هذا الشيء انه الاداره هي افهم من كل اللجان، هي اللي بدها تتحرك باللجان. ممكن شخص فيهم يخرب على كل الهيئه الاداريه ويبعد الاشخاص كاملين عن الساحه. هلا في كثير ناس بيجوا بيكونوا بحماس كثير كبير، حابين يتطوعوا، حابين يشتغلوا بالجمعيات، حابين يعملوا لجنه، مجرد ما يصير بس تاتش صغير او حوار بسيط بينه وبين اي عضو هيئه اداريه، او يمكن ما يكون عضو هيئه اداريه، اي شخص موجود ثاني بالجمعيه، يقعد يحكي له او ينظر عليه 1 2 3، ممكن من اسلوب النصيحه او باب النصيحه بده يجي يحكي معاه. بس احيانا الشباب دائما لما توصل لعمر معين، يعني عمر ال 18 لعمر نحكي بدايه العشرينات، ما بيكونوا بيتقبلوا هذا الشيء. يعني ممكن انه اوكي بطريقه ما، في اسلوب وطريقه دائما لا اني انا اجي افهمه هذا الشيء، انه كيف بدنا نعمل هذا. اما مو كل الاشخاص عندها نفس طويل على التطوع او نفس طويل انا اجي ارجع واكمل شغلي زي ما انا بدي. فهي في بيكون عدم تجانس او تفاهم ما بين الهيئات الاداريه او اعضاء من الهيئه الاداريه مع مجموعه من اللجان اللي موجوده. ولغه الحوار ما بتكون كثير دائما انه بطريقه صحيحه. ممكن الفجوه العمريه هذا الشيء بيلعب دور، انه انا لما يكون في عندي عضو هيئه اداريه مو شرط يكون شاب بعمر ال20 او 30، ممكن يكون شخص بعمر ال40. بس شخص بعمر ال40 ممكن يكون تواصله مع الشباب بطريقه اسلس من شخص اكبر من هيك. هلا برضه في اشخاص كثير كبار عمرا ممكن يكونوا بال70 واكبر يقدروا يتعاملوا مع الشباب. فانا ما بقتنع انه ممكن مثلا الشخص الاقرب عمرا يكون هو لا بقدر في حلقه وصل احسن بيننا. دائما حسب اللي قدامي. في ناس بيجوا بيشتغلوا معنا على اساس لا انا بفهم اكثر، انا كذا، بدنا 1 2 3، في حتى باسلوب او بطريقه بتكون كثير امر نوعا ما، فبيهربوا الشباب من هذا الشيء. وبرضه من المعوقات غير هذا الشيء ممكن تكون معوقات ماليه، انه الجمعيه حاليا غير قادره انه تعطي اللجان الاشياء اللي بدها حتى تعمل نشاطها. بس هذا بيصفي انه ممكن كل لجنه تلاقي طريقه لتحل هذا الشيء بعيد عن الاداره انها تقدر تجيب هذا الشيء. بس هو كثير مهم علاقه الاداره مع الناس واللجان اللي بتشتغل معهم، ودائما تتفهم انه خلص انا اترك اللجنه تشتغل براحتها، اذا اخطاوا بموضوع ممكن انا اجي اوجههم، اجي اقعد معهم بطريقه ما اجي برسميه وبس بدي ارفض هذا الشيء او بدكم تعملوا 1 2 3. شكرا. آنسة مريم، هل في قضايا الشباب بيشوفوها وانه مهمه جدا الشغل فيها وحلها، بس الاكبر عمرا مش قادرين يشوفوها او يستوعبوها او يلاحظوها؟ طبعا موجود قضايا كثير بتهم الشباب، ما بتهم الفئات العمريه الاكبر. زي ما حكينا قبل شوي، يعني بدي اكرر نفس الكلمه اللي حكتها مارينا قبل شوي. الشباب لما يجوا عندهم دافعيه للعمل، ما بدي ابعد كثير عن بالفتره الزمنيه. اذا بنحكي عن خلال من رمضان لهلا، شو صار بالجمعيه المركز لما دخلوا اللجنه الاجتماعيه على الجمعيه، عندهم نشاطات، عندهم مشاريع صغيره. مثلا اذا بنحكي عن مشروع البطاقات العضويه اللي هلا كانت اللجنه الاجتماعيه عم تشتغل عليه باخر فتره، تم محاربتهم على هذا الموضوع تحديدا. هذا الشيء بضعف اصلا رغبه الشباب والصبايا انهم يضلوا ويطرحوا افكارهم ومشاريعهم على الهيئات الاداريه الموجوده. فهون بيكون عندنا مشكله كثير مهمه لازم نرجع نتفرج عليها، انه الفئه الشابه هلا مثلا هلا احنا عم نحكي عن بمحلات معينه بيستدعونا مثلا مجموعه من الاحزاب عم ببلشوا يعملوا استقطاب للشباب. بنفس الوقت الشاب الشركسي او الصبيه الشركسيه مش مهتمين بالوضع السياسي. فهون الحلقه اللي ناقصه انه في مشروع او في توجه وطني لقضيه معينه. الجمعيه بتكون بعيده جدا
عن هذا الموضوع ما بتقدم للشباب للصبايا الدعم الكافي للموضوع المعين اللي يقدروا كمان هم يجاروا في مجتمعهم. إذا بنحكي من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، أنا بتخيل إنه الشباب بحاجة حقيقية لإنشاء مشاريع، لمساعدتهم بإنشاء مشاريع مدرة للدخل. عنا الشباب الشركسي دائما معروف إنه المشروع لما يبلش فيه شركس بنجح، لأنه الشاب الشركسي بيعطي المشروع من قلبه، بيشتغل على المشروع من قلبه. فأنا بعتقد إنه الشباب بالمرحلة الحالية محتاجين مشاريع مدرة للدخل، ومحتاجين توعية بالمراحل القادمة اللي ذاهب عليها الدولة من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية. فبتخيل إنه لازم يتم حلقات نقاشية بين الشباب والهيئات الإدارية بالجمعية عشان نعرف بالضبط شو المشاريع اللي بتهيئها الشباب وكيف نقدر نطبقها على أرض الواقع بضمن إمكانيات وقدرات الجمعية. شكرا سيدي نال. ما رأيك في مشاريع في بال الشباب؟ يعني بخطر على بال الشباب مشاريع ما انطرحت أو انطرحت وهيئات إدارية ما قدرت إنها تتفاعل مع هاي المشاريع؟ هل في بالك نقاط معينة ممكن يطرحوها الشباب؟ تفضل. صراحة دكتور أنا راح أحكي عن أكثر من نقطة حاليا. راح أبلش بأول إشي نسترجع شغلة من أيام زمان على عهد سيف الدين منصور الله يرحمه، رئيس المجلس العسكري الشركسي في التسعينات تقريبا. قرأت وثيقة في مرحلته لما كان مستلم، مكتوب إنه بما معناه وثيقة شرف إنه الشركسي بيعمل عرسه داخل الجمعية، منه بيحرك أول إشي الوضع المادي والاقتصادي لجمعيته، وبنفس الوقت كل عائلته وأقاربه وأحبابه بيساعدوه بعرسه، بتكون أول إشي ململم ومضبضب وبيساعد الكل وبيستفيد هو كمان. يعني عندنا إحنا صار يعني ما شاء الله بالجمعية أروع منها ما في، وأحلى منها الحفلات ما في. يعني أنا بذكر صارها فوق ال6 سنين، مخرجها ومدخلها لحد الآن معلق، مش عم بزبط فيه إشي، لا كرات ظابط ولا مدخل ظابط. إحنا بس عم نستفيد من الصالة اللي هي من طرف الجمعية من المدخل. طب إحنا هيك أعدمناها ما عم نستفيد منها بشيء. بداية أنا بحكي خلينا نركز على الصالة الموجودة بالجمعية، يخلصوها ما بعرفش الإدارية القادمة اللي بعديها، بس لازم تخلص هاي. يعني ممكن نشتغل عليها من أكثر من ناحية، ممكن نصير نجرب فيها مؤتمرات من شركات تانية بالمجتمع المحلي، ممكن نعمل فيها صالات أفراح، مؤتمرات، في 1000 موضوع 1000 مليون يعني طريقة نجيب منها دخل، يعني جدا جدا مربحة راح تكون. الموضوع الثاني يعني شريك المي ما بيخسر، معروفة هذا المثال. احنا كشركة من زمان معروفين بالأردن عن الزراعة، كنا دائما سباقين بالمواضيع الأدوات والآلات الزراعية. يعني أنا بستغرب لحد الآن ليش ما عندنا مشروع زراعي. خلينا نحكي مثلا لو نشتري مثلا 100 دنم بطريق خلينا نحكي طريق المطار في إحدى المحافظات القريبة عن عمان، نزرعهم زيتون. هاي على المدى البعيد على اللونج تيرم يعني راح تدخل علينا دخل أول إشي للفرع النسائي من ناحية زيت الزيتون، لأنه أصلا إحنا أغلب شغلنا بالحليفة واللقم بده زيت زيتون، يعني إحنا راح نستفيد ونفيد. غير مثلا زيتون ليش ما نعمل خلينا نحكي مزارع زي خلينا نحكي منتجع البحيرة اللي بالبحر الميت اللي سكر. ليش ما يكون مثلا في عندنا كومباوند صغير شركسي، أي حدا يا سيدي حاب يصيف خلينا نحكيها مزرعة ترفيهية، نشغل برضو الجمعية عن طريقها. أول شيء بتكون للجمعية. رقم 2 أعضاء الجمعية بحصلوا عليها خصم، منه بنحرك البطاقة، منه بنحرك الدخل المادي للجمعية. يعني بنعمل حلقة وصل كاملة بحيث إنه دوران الاقتصاد ما يوقف، تكون شبكة كاملة. وغير هيك حكينا عن موضوع المتحف، إنه بوسط البلد ليش ما يكون عندنا لمسة تاريخية فيه. وموضوع تاني يا سيدي العزيز اللي هو ليش ما يكون في عندنا مثلا كافيه، ما يكون بس المجتمع الشركسي، يعني خليه يكون مخلوط. خلينا مثلا نعمل أرض جمعية كبيرة، خلينا نحكي فوق سطوح الصالة كبير، يعني أنا بنفسي اطلعت عليه بزبط نسوي فيه أكثر من إشي. يعني في كتير أشياء بالجمعية ما عم نستفيد منها. بنعمل كافيه خليه يكون على الطراز الشركسي، مثلا خليه يكون على دخولية على المجتمع المحلي، المجتمع الشركسي مثلا عليه خصم. مش ضروري بس نضل نعتمد احنا بدخلنا المادي بس على المجتمع الشركسي، ما بزبط هيك، دوران الاقتصاد ما بيكتمل. وغير هيك يعني مثلا احنا عندنا بالطابق الثالث اتوقع
في كتير قاعات فاضية، قاعتين أو 3. يعني أنا بتذكر لما كنت وأنا صغير أروح على الرقص بالتمرين، كنت بتذكر مس كواندا قردن كانت تعطي حصص إنجليزي بالجمعية. ليش مثلا ما نعمل، مع إنه كراسي جاهزة والقاعة جاهزة وجميع المتطلبات للتعليم موجودة، ليش مثلا ما نشوف ستات شركس، أساتذة شركس ممكن قادرين إنهم يعطوا مثلا، خلينا نحكي دورات تأسيسية، دورات للتوجيهي، يعني نعمل معهد خاص فينا. ومو شرط يعني يكون بس شركة، عادي ممكن نجيب أساتذة ثانية من المجتمع المحلي ونشغلهم عندنا، نستفيد من قاعتنا، ما تضلها بس هيك مليانة غبرة. في كثير أكثر من فكرة ممكن الواحد يستفيد منها. يعني إحنا حاليا بكوست قليل ممكن نشغل، نعمل خلينا نحكي كافيه صغير صيفي، وممكن برضه نشغل قاعة تدريس. وبرضه يعني ما بعرف، أنا لحد الآن أنا مشترك بالجمعية خيرية شركسية من 2 أو 3. ليش مثلا أنا كعضو جمعية شركسية ما أكون على إطلاع الجمعية شو فيها ممتلكات؟ يعني مو منطق أنا كشاب بس أجي أفكر الجمعية مقدراتها المالية من 70 ل 100 مليون دينار أردني ومش قادر تعمل ولا أي مشروع. يعني بصراحة هذا يعني شغلي أبدا أبدا مش كويسة. ويعني ما بعرف، وصلنا لمرحلة إنه الواحد يعني متربطت إيديه، إيه بدك تساوي أنت؟ وغير هيك بصراحة أنا على قصة تعدد المؤسسات كنت بدي أحكيها قبل ولكن ما صحت لي فرصة. تعدد المؤسسات شغلة كتير كويسة وشغلة كتير فيها نفع لقدام، انك انت بتوسع حركتك. ان كنت بدك حركة سياسية موجود، اقتصادية موجود، خيرية موجود، كل شيء موجود. ولكن احنا تعددنا بالمؤسسات بالوقت ابدا مو صح. يعني صار عندنا فوق 6 7 مؤسسات مختلفات عن بعض وما حدا عم بيشترك مع الثاني. العمل الفردي يعني هذا من دون ما نذكره مليان من اشخاص تشتغل لحالها. طب احنا اذا بنفكر بالموضوع هذا، احنا كيف وصلنا لهون؟ هذا وصلنا، أنا بالنسبة إلي كينال برأيي الشخصي هذا كله ضغط من قبل المكان اللي إحنا متواجدين فيه. بيجي شخص مثلا على هيئة إدارية إحنا بنحاربه، فوالله إحنا عندنا فكرة فلانية هو ما عم يطبقها، فإحنا بننسحب منه، بنروح نعمل إشي تاني إلنا. أعمل إشي تاني إلك، أنا مش ضدك، بالعكس أنا معاك وبأيدك كشخص شركسي، ولكن كل شيء بوقته حلو. يعني إحنا شتتنا حالنا وعملنا أكثر من مؤسسة. انا بصراحه يعني بدعم الكل، ما عم بحكي انه شيء سلبي، انا بدعم كل شيء، ما عندي مشكله وما عندي اي نوع عنصريه، بالعكس انا فدا اي حدا بيحكي لي تعال من عيوني باجي. ولكن احنا بوقت كثير غلط. يعني الجمعيه فاضيه، الهيئه الشبابيه فاضيه، ديوان عمان فاضي، كل شيء فاضي، الافرع فاضيه، هذا غلط. يعني قبل كورونا الواحد ما كان يصدق وهو شاب صغير يوصل الجمعيه يوم خميس، يعني والله ما كانت تحط اجرك ما بتلاقي. حاليا الوضع كثير جدا سيء، يعني ما بتلاقي حدا. بصراحة احنا بحاجة لإعادة هيكلة من أول وجديد، من الصفر، حرفيا من الصفر. وإن شاء الله يعني مع الهيئة الإدارية الجديدة أنا راح أظني مواصل وأرجع أقدم الأفكار كمان مرة، علما إني أنا قدمت أكثر من مرة على الجمعية أفكار على أيام مختلفة وأسابيع مختلفة وأشهر مختلفة وما كان في استجابة يعني. فإن شاء الله خير بالأيام الجاية. ان شاء الله. برضه بضلني معك بما انه عم نحكي بالمشاريع. انا في البدايه قبل ما ندخل على البث طرحت عليك موضوع، وبعتقد انه يعني حابب اسال كيف ممكن يكون وقعه على الشباب اذا بشكل او باخر الجمعيه اخذت قطعه ارض 500 دنم بناجك بمايقب وتحولت لمزرعه، والشباب شباب الجامعه كل صيفيه يروحوا على هاي المزرعه يشتغلوا فيها، يزرعوا شجر تفاح او اي شيء ثاني، والدخل تبع هاي المزرعه هم يحصلوا، يعني يكون إلهم يستخدموه كمصروف جيب، يكونوا قضوا بالوطن الأم فترة شهر شهرين وطلعوا مصروفهم، عززوا من علاقاتهم مع الناس اللي موجودين إن كان بناجك أو مايقب أو حتى يجوا ناس من تركيا. فهل تعتقد إنه هذا مشروع ممكن إنه يتحمسوا له الشباب؟ تفضل يا نال. دكتور شغلة كثير كويسة. يعني بصراحة أنا بالفترة هاي عم بطلع على مواضيع زي التبادل الثقافي بين الجامعات وإلى آخره، موضوع سفرات. يعني في برنامج بيقدموه السفارة الأمريكية اللي هو الورك أند ترافل، هذا للطلاب الجامعيين. بضمن لك إنك أنت بالصيفي بفترة يعني بعد الفصل الأول والثاني، الفترة من شهر تقريبا 6 ل 10 بهاي الحدود 4 أشهر، إنك أنت ما تنزل جدولك الدراسي الصيفي بالجامعة
وبتقدم على معاملة وفيزا بالسفارة الأمريكية، في حال تم قبولك بتطلع هناك تشتغل، بتكون مأمن بشغل وتأمين صحي وسكن. الموضوع أول شيء برجع بالفائدة المالية لصاحبه. رقم 2 بيعزز من شخصيته، يعني أنا بقول لك على شخصيتي أنا شو ممكن تطرح علي هاي الموضوع. ورقم 3 يعني الشخص بيكتسب خبرة جديدة وبيعتمد على حاله أكثر. فبصراحة لو نعمل نفس الإشي، نطبق هذا البروجرام نفسه على إشي بالقفقاز، بكون إشي كثير فخم وكثير ممتاز. ومو شرط إنه كل دخل المزرعة يجي يتوزع على الجميع، بالعكس أنا مثلا بوفر تذكرة السفر، بيكون الشخص مضمون وملتزم إنه راح يطلع هناك يؤدي واجبه بإخلاص و100%. بأمن له سكنه، أي إشي بحتاجه من حالة صحية صارت معه لا سمح الله هناك يكون برضه متوفر له. وبعطيه مبلغ معين بما إنه الموضوع راح يكون جديد، وخلينا نحكي راح تكون أول فرصة أو أول فوج راح يطبق عليهم. مثلا ممكن نحط مبلغ، يعني على سبيل المثال من 1000 إلى 2000 دينار في حال اشتغل 4 أشهر بالصيفي يرجع فيهم. فبكون أول إشي اكتسب خبرة حياتية، خبرة بالزراعة، اتعرف على وطنه الأم هناك، وبنفس الوقت اعتمد على حاله، شاف الدنيا كيف برا، شاف كيف لما يطلع يتغرب عن أهله، وبنفس الوقت بيستفيد ماديا لما يرجع. فأنت يعني بصراحة الشاب أنا بقول لك بالنسبة إلي بهيك فرصة أنا بستغلها، وشو ما بطلع بإيدي إني أسعى لها بسعى لها، لأنها فرصة كثير كويسة. وإحنا بوقت يعني الشباب يعني بيواجهوا مشاكل جدا بالتوظيف، لأنه بده يكون السي في تبعه مليان، وبده يكون مليء بالخبرات، وبده يكون شخص مضمون إنه بس يشتغل بالمكان هذا يكون جد يعني مليء له كفؤ إنه يستلم. فراح تكون خبرة كثير كويسة له. يعني أنا بالنسبة لي بسعى لها بشو ما بطلع بإيدي بسعى لها، وبشجع الموضوع. آنسة مارينا، بدي أسألك سؤال سأله من المشاهدين السيد رائد حكيم حدغاث. سؤاله بيحكي ما هي أهم الخطط أو البرامج التي يجب أن تضعها وتتبعها مؤسساتنا على رأسهم الجمعية بحسب تصوركم حتى تخلق بيئة جاذبة للشباب لا بيئة طاردة؟ تفضلي. تمام. هلا أنا إذا بدي أجيب الشباب عندي تتطوع للجمعية وتشتغل للجمعية، لازم أوفر لها مجموعة أشياء هي تقدر تستقطبها. ممكن أعملهم دورات تدريبية، ممكن أعملهم ورشات تدريبية، ممكن أكون رابطة كجمعية مع السفارات ببرامج كثير قوية نفس اللي بلاقيها برا. يعني أنا هلا إذا بدي أجي أستفيد من الجمعية، أجي أحضر ورشة تدريبية، أجي أشتغل بموضوع معين مع سفارة معينة عن طريق الجمعية مرتبت لي هاي القعدة، أنا عم بستفيد هون من الجمعية. فأنا الجمعية إذا دهياني بأي وقت تاني رح أقدر أجي. فالموضوع دائما ما بدنا بس ناخذ من الشباب، بدنا نشوف شو هي متطلبات الشباب، إيش الأشياء والدورات اللي هم بحاجتها. يعني حاليا شبابنا أغلبهم زي ما كان يحكي ينال قبل شوي، كثير صعب إنهم يعبوا السي في تاعتهم، كثير صعب لأنه هم عم بينافسوا مع عدد كثير كبير. فأنا لما أكون جاية أجيب لهم دورات، ومو تكون دورات عادية، لا، إنه دورات كثير بروفيشنال حسب كل شيء، دورات قيادية، دورات لها علاقة بالبروجكت مانجر، بأكثر من شيء. هون أنا بقدر بعديها أول ما يجي يحضر أول دورة، ثاني دورة، يجي يحضر ورشة تدريبية معينة، يجي يحضر برنامج معين عن طريق سفارة معينة، هاي السفارة ممكن تموله بمشروع معين، يطلع عن طريق هاي السفارة على سفرة معينة ببلد معين. بعد هيك هو عم بيشوف الجمعية، لا، الجمعية هي هون مكان قاعد بيأهلني، عم بقدر أستفيد من الجمعية. بعد هيك شو ما طلبت الجمعية أكيد شبابنا ما راح يقصروا بأي شيء، بس ما أضل أنادي الشباب بدنا نشتغل هيك، بدنا نعمل هيك، بدنا نعمل هيك، وأنا ما أفيدهم وما أطورهم بأي شيء ثاني. يعني ممكن نشتغل أكثر مع السفارات، مع المنظمات بهاي الأمور، وكثير سهل إنه نوقع اتفاقيات بيننا وبينهم. حتى مع هيئة شباب كلنا الأردن، مع كثير أشياء هم وقعوا قبل فترة وكنا على تواصل معهم بالبرامج اللي بيقدموها، وتقريبا كل شهر كنا نشوف شو في عندهم دورات ونعمل. فلما احنا نفيد الشباب، وقتها الشباب ممكن تقدر ترجع وتعطي اكثر وبحب اكثر، رح تعطي بشغف لانها هي عم تستفيد. زي ما هي عم تعطي عم تستفيد من الجمعيه، وبنفس الوقت ممكن نعملهم زي ما كنا نحكي قبل شوي، زي اشياء ترفيهيه، ممكن نطلعهم مخيمات. فانا لما اجي اطلعه مخيم على مايكب، او اطلعه على تركيا، او اطلعه على كفر كمان، عم بخليه يتعرف على اشياء ثانيه. هون ممكن انه اوكي تمام، انا عم بتطوع، عم بقدر بعطي من وقتي، بنفس الوقت عم بقدر اروح اشارك بهاي الاشياء. بتكون لي الاولويه هون انه انا اطلع
اكثر من غير اللي بعيد عن الجمعيه. شكرا. آنسة مريم، وأنت يعني اشتغلتي في بعض المشاريع النهضوية اللي ممكن الجمعية تستفيد منها ماديا أو تستفيد في عمل بعض المشاريع. شو أهمية العمل الاحترافي والتخطيط المسبق لنجاح مشاريع ممكن أنها ترفد الجمعية بدخل، ترفدها بفتح فرص عمل للشباب؟ ما رأيك التخطيط والعمل المحترف شو مجالاتهم في الجمعية الشركسية؟ تفضلي. تمام. هلا كجمعيه خيريه شركسيه ممكن تقدم لدعم، لطلب دعم من منظمات المجتمع المدني اللي موجوده بالاردن. هذا الشيء بيخلينا نتيح اول شيء هي مصدر دعم للجمعيه، دعم مادي للجمعيه. هو نعم صحيح هذا الشيء موجود، بيكون في اجار للقاعات، بيكون في ممكن نشغل مطبخنا، ممكن نشغل قاعاتنا، وبنفس الوقت ممكن ننمي الشباب اللي عندنا اياهم بتوفير فرص عمل، حتى لو كانت فرصه عمل مدتها مش طويله، راتبها مش كبير، بس هي بتكون فرصه عمل يعني موجوده، نقدر نحطها لواحد من الشباب او الصبايا العاطلين عن العمل. تقديم المشاريع اللي بنقدر نستغلها من منظمات المجتمع المدني او الداعمين بشكل عام ممكن تحقق لنا اهدافنا اللي احنا حاطينها بنظامنا الاساسي، الاهداف الرئيسيه للجمعيه، من وعي المجتمع. يعني بيكون في لها اكثر من موضوع نقدر نستفيد منه، من ناحيه توعيه المجتمع، من ناحيه اقتصاديه، ومن ناحيه توظيف الشباب. هذا غير انه هو هذا يعني هاي الطريقه اللي تفتح المجال للشباب بالتعاون مع المؤسسات الاخرى لابراز نفسهم. يعني لما يكون في عندنا مشروع بيتنفذ بالجمعيه الخيريه الشركسيه، فيه شاب منسق الميدان او مدير المشروع شاب شركسي، المنظمات رح تشوفه، رح تشوف اداؤه، بصير لما يقدم فرص عمل محلات ثانيه نقدر نعطيه زي ما بنحكي شهاده خبره، زي ما كمان زملائي حكوا، بدل ما يكون الشاب سيفيته فاضيه بصير في عنده خبره بمجال معين. فلازم الجمعيه تبلش بهاي المرحله تتفرج على الجهات الداعمه والمانحين، ونبلش نكتب مشاريع، نتعلم نكتب مشاريع بتفيد مجتمعنا بالطريقه اللي احنا بنشوفها مناسبه، ونقدم لهم اياها. ومن بالدعم اللي بنحصل عليه رح يفيد الجمعيه ورح يفيد شباب المجتمع الشركسي. شكرا. يعني احنا قاربنا على انهاء الحلقه هاي، فمشان هيك حابب اسال سؤال اخير لكل شخص فيكم. سيد ينال، شو هي الرساله اللي تحب توجهها، ان كان لاعضاء الهيئه العامه، ان كان للشباب او للهيئه الاداريه او للكتل اللي عم بترشح نفسها؟ تفضل، ما هي رسالتك؟ أول شيء رسالتي قبل ما تكون للمرشحين، بدي للناخبين نفسهم صوتك أماني زيه. لسه أنا بالنسبة لي مجلس النواب ما بهمني قد الجمعية، لأنه بصراحة الجمعية في حال قويت وكانت صح وجد متمكنة هي نفسها بتطلع نواب. فرجاء الناخب لا تنتخب عشانه قرابتك ولا عشانه عمك ولا عشانه أبوك، انتخب عشانه بيستحق فقط لا غير. الجمعية في مرحلة هدم، بمرحلة أبدا مش بحاجة لواحد يجي يزيد خرابها. بدنا فريق متكامل، فريق متماسك، ما يكون في استقالات بنص الفترة اللي بكون الهيئة الإدارية مستلميتها. يعني بصراحة سنة عن سنة الوضع عم بصير أسوأ وأسوأ. فرجاء يا ريت بس لو يطلع تقرير من كل شخص جد على شو ساهم في تطوير الشركسة والمجتمع الشركسي. يعني بصراحة أنا الهيئة النازلة، الهيئة الشبابية اللي نازلة على وادي السير، أرفع لهم القبعة بصراحة. يعني بس تيجي تحكي أنا والله قائمة شبابية نازلة انتخابات، مقدم لي أنت عامل مشروع كهرباء بيوفر سنويا 12,000 دينار، بصراحة يعني أنا مش بنتخبك، أنا بجيب كل عيلتي تنتخبك، إنه أنت بصراحة بتستحق 12 سنة 12,000 سنويا بثلاثة. عم نحكي إحنا ب36,000 دينار بنعمل فيهم أحلى مشروع. فبصراحة لازم تكون المرشحين عندهم خطة واضحة، استراتيجية صريحة، تكون على الاطلاع عليها. والهيئة العامة رجاء نكون فعالين أكثر، إنه زيها زي أي شركة جمعية. خلينا نعتبرها أي موظف بالشركة لما يجي المدير بده يقيم أو بده يعمل مثلا خلينا نحكي شو كفاءة الشركة، ما بيعملها من راسه، بيجي عند عامل النظافة ببلش فيه، بحكي له والله إحنا لو نجيب
المادة الفلانية بنوفر أكثر مادة تنظيف، بخلص منه، بحط المعلومة هاي، بطلع اللي بعديه مثلا على الأمور المكتبية، والله بيجي الموظف بيقول له عندي ملاحظة 1 2 3 لو نغيرها لهيك بكون أحسن. فالمدير مش من راسه. ونفس الإشي الهيئة الإدارية رجاء، أي قرار أي إشي نشاور الجميع، اللي بيكون بالساحة بيختلف عن اللي بيكون ورا المكتب. يعني بالآخر زي ما حكت مارينا، نعطي الخبز لخبازه، كل شخص يحكي باختصاصه، وأهل الاختصاص ما حدا بيغلب معهم يعني. وإن شاء الله خير بالمراحل الجاية والأيام الجاية. ونصيحة أخيرة، ما نضلنا متقوقعين بس في موضوع الجمعية، خلينا نبرز حالنا للمجتمع المحلي أكثر. يعني قبل فترة إحنا سوينا مبادرة تنظيف مقبرة بوادي السير. يعني أنا صراحة مع إنه ما كملنا، بس جدا مبسوط من الأثر اللي سويناه تحت. على الكومنتات بتشوف واحد درست معاه بالمدرسة مو شركسي، بصير مثلا يشجعك، الله حيه، ما أحسن الشركس. هذا الكلام كويس وحلو، وأنا كان في أكثر من بالي أكثر من فكرة نطبقها. خلينا نعمل بكل مكان إحنا متواجدين فيه. لو نظبط موقف باص، ندهن أرصفة، ننظف مقبرة، نعمل إبراز صغير لحالنا بالمجتمع. إحنا مو بس شغل مشاكل شغل فزعات، إحنا كمان بطلع منا، إحنا إداريين سياسيين اقتصاديين، في منا يعني خبرات وكفاءات بتخوف كثير، لازم نستغلهم. ما نضلنا بس حاصرين حالنا بالجمعية ومتقوقعين فيها. خلينا نطلع، خلينا جد نبرز حالنا أكثر المجتمع المحلي، وبنفس الوقت إبراز الشركة للمجتمع المحلي راح يعود عليهم بالمنفعة، راح يعود عليهم بالمنفعة المادية. وأيضا بنفس الوقت راح بصيروا بدهم يستثمروا معنا بمواضيع ومشاريع مختلفة. يعني أنا عم بتابع أشخاص على التيك توك مثلا، كان يبلش يصلح شارع، يصلح بعيد عن السامعين حاويات، نفايات. مرة تبنوه مجموعة، صار هسه هو يجي دعم منهم، يمولوه مال، عفوا، يعطوه أمور المادية يخلصوها، معطينه وسيلة نقل، يعني حتى وسيلة نقل عنده وموفر له. فما حدا بيعرف كيف فرصته بهاي الدنيا. واحنا برجع بعيد وبكرر، ما نضلنا متقوقعين بس بالجمعية، نشتغل أكثر من جبهة على المجتمع المحلي، وبنفس الوقت نوازن أمورنا جوا. وإن شاء الله خير بالأيام الجاية زي ما حكينا. ويعطيكم ألف عافية، وشكرا على الحضور الكريم. تسلم، شكرا. أنا مارينا، أنا بحب توجهي رسالة للناس اللي بدهم يجتمعوا في ورشة العمل يوم السبت القادم في الجمعية الخيرية الشركسية اللي عم بتنظمها مجموعة الأسرة. أكيد معك خبر وحضرتك مسجلة في الورشة، حابب إنك توجهي لهم رسالة، يعني شو بتحبي تحكي لهم؟ تفضلي. هلا بالبداية أكيد بحب أشوفهم كلهم هناك موجودين ونشتغل مع بعض على هذا الموضوع، بس برضه كتير بحب إنه يكونوا مستمرين، ما نيجي نشتغل إحنا مرة ومرتين وثلاثة، نعمل 3 اجتماعات ونوقف. حتى لو هلا انتخبنا هيئة إدارية، وهاي الهيئة الإدارية اللي إجت واستلمت ما كانت قد الإشي اللي إحنا بدنا إياه، إحنا عم نحكي هلا من ضمن الخطط والأشياء بدنا نعمل لجان. هاي اللجان مين ما كان بالهيئة الإدارية أنا أضل مشتغلة، أنا أضل أكمل فيها. الخطط والأشياء اللي عم بيحكوا فيها كتير رهيبة، بس لازم نكمل ويكون لنا نفس كثير طويل. يعني كثير ناس بيجوا بيجتمعوا بيقعدوا قعده وقعدتين وثلاثه، بدنا نعمل 1 2 3، بس بعد هيك بيختفوا عن الساحه. ليه بيختفوا عن الساحه؟ لانه مو عاجبهم الاداره او مو عاجبهم شخص من الاداره. احنا لازم نكمل، مين ما كانت الاداره لازم نقعد بين بعض واحنا نمشي الاداره. لما يكون في عندنا هيئه عامه ويكون عندهم خطط استراتيجيه كثير واضحه، وفي عندهم اكثر من مشروع واكثر من مجال، وكل حدا يمسك المجال اللي هو قادر يبدع فيه واللي هو بفهم فيه، لو كل حدا أعطى بس ساعة ساعتين بالأسبوع لهذا الموضوع أكيد رح نطور. يمكن ياخذ الموضوع منا كتير وقت، مش على هاي الهيئة الإدارية ولا الهيئة الإدارية اللي بعديها، رح ياخذ يمكن 3 4 هيئات إدارية، ما في عندنا مشكلة. بس أهم شيء الاستمرارية، ما نيجي نقعد قعدة قعدتين، لأنه في كتير مواضيع تانية كنا نيجي نقعد فيها قعدة وقعدتين وثلاثة، مش من قبل أعضاء الأسرة، من قبل كتير أشياء. يعني خلال مرحلتي كلها بالتطوع كتير بقعد مع ناس بيجوا بيحكوا بدنا نعمل 1 2 3، بتيجي بتفتح الفيسبوك بتلاقي انتقادات انتقادات انتقادات. فبحب انه كل الهيئه العامه والناس اللي بيخافوا على مصلحه الجمعيه وحابين يطوروا من الجمعيه، انه لا يكونوا متواجدين دائما، ويكونوا متواجدين بهذا اللقاء، ويكون لهم نفس كثير طويل بالشغل، ما يملوا. لانه اكيد راح نمل من اولها، ممكن نلاقي كثير معوقات انه تعيقنا حتى نكمل هذا الطريق، بس لازم نفسنا يكون كثير طويل. بده شغف، بده حب الشغل بالجمعيه، ما بزبط انه بس اشتغل شوي وبعدين اترك. وفي موضوع كنت بدي احكي فيه، كثير بحب من الهيئات الإدارية تاخذ قرار
وتغير اشياء بالنظام الداخلي باسس الترشح للانتخابات. هلا مش كل شخص بيجي بده يترشح للانتخابات هو ممكن يكون مؤهل انه يكون يجي يقعد على الكرسي بس لاقعد انا على الكرسي. ممكن نحط شويه شروط، هاي الشروط تحد من انه اي شخص يجي بس بده يقعد. ممكن بالفروع نعمل انه شرط اي حدا بده يجي ينزل على فرع يكون مشتغل بلجنه معينه باي لجنه بالفرع لمده مثلا انه ما بتقل عن سنه، لانه انا هيك عم بضمن انه هذا الشخص اشتغل بايده بالساحه، هو شاف الاشياء، شاف كل شيء على الواقع. نيجي نحكي مثلا للمركز، المركز لازم يكون الشخص اذا بده ينزل على المركز يكون اشتغل بلجان المركز، لانه لجان المركز بتختلف عن لجان الفروع وفيها كثير امور ثانيه مختلفه عن الفرع. وبرضه لازم يكون مثلا عضو هيئه اداريه بفرع سابق، عشان في ناس ممكن نشوفها اول مره على الساحه وما تكون جايه بدها تشتغل. ممكن كثير ناس فعليا بنشوفهم بس جايين ما بيحضروا اجتماعات، بالاخر بصفي الشغل بالجمعيه لثلاث اربع اشخاص هم اللي حاملين السلم كلياتها، والباقي كلهم قاعدين. اذا اجوا كل 3 اجتماعات مره بيكون الشيء كثير منيح. فاحنا ليه نعمل هذا الشيء؟ ممكن احنا لما نيجي نحط شويه قوانين نحد من هاي، انه من وصول بعض الاشخاص لهاي المقاعد، انه انا لما بدي اطلب منه اشتغل بلجنه، تعال يكون عضو هيئه اداريه، هون شوي اشوف فعليا الناس اللي حابه الجمعيه هي اللي تقدر توصل. مش لانه انا معي شهاده او معي ماستر او شو ما كان يكون معي انه انا مؤهل اني اجي اقعد واستلم واقعد بالجمعيه اشتغل. فهذا الاشي بحس اذا شوي اشتغلنا عليه ممكن شوي انه نحسن من الهيئات الاداريه اللي رح تيجي. شكرا. آنسة مريم، يعني حضرتك أشدتي في البداية بمجموعة الأسرة، وحضرتك موجودة معهم يعني تقريبا من البدايات، وكشابة موجودة في مجموعة الأسرة، وعندك فهم وتصور للأعمال اللي عم بيعملوها، وواكبتي بعض الزيارات والأعمال اللي اشتغلوا فيها، وعلى الأرجح اطلعتي على الجروبات أو على الواتساب اللي موجود بيناتهم. فبرأيك مجموعة الأسرة كيف ممكن إنها تبلغ رسالتها للشباب بالذات يعني وللمجتمع بشكل عام؟ ماذا تريد الأسرة أن تقول على لسان أحد الشباب اللي موجودين فيها وتابعوها؟ تفضلي آنسة مريم. أنا أول شيء بتمنى أن مجموعة الأسرة تضل موجودة دائما. إحنا بالفترة الماضية ضيعنا 3 سنين، بعدين 3 سنين، بعدين بتمنى أنه ما نرجع نضيع كمان 3 سنين جايين. مجموعة الأسرة مكان مفتوح للشباب. الشباب اللي بيعرفوا عن مجموعة الأسرة ممكن ينضموا لها، لأنه كل المجموعة هي مجموعة داعمة ومجموعة محبة للعمل، تحترم جميع الأعمار. يعني أنا حتى بعمري هذا بقدر أعطي أي اقتراح بدي إياه بمجموعة الأسرة ويعامل اقتراحي بكل احترام، ويعني يناقش مثله مثل أي اقتراح بيقترحه أي حدا كبير. مجموعة الأسرة موجودة لدعم الجمعية، موجودة لتكون ترفع من الجمعية الخيرية الشركسية. احنا اليوم الجمعية لازم نعرف أهميتها. الجمعية الخيرية الشركسية هي من أقدم الجمعيات في المملكة. الجمعية الخيرية الشركسية هي المنظمة الوحيدة اللي موجود، هي عضو بجمعية موجودة بالوطن، الجمعية الشركسية العالمية. هذا الشيء ما بصير نضيعه. لازم نضل مع بعض. بتمنى جدا اني ارجع اشوف كمان شباب معنا بالاسره. بتمنى جدا اني اضل اشوف الشباب بالجمعيه، الاقي مكان للشباب بالجمعيه. بتمنى من كل المجتمع، من النازلين على الانتخابات، من الاسره، من الناخبين المرشحين، الكل ما نضيع جمعيتنا كنز كتير كبير، قدرات كتير كبيره. بتمنى ان نضل كلنا مع بعض ونقدر نعمل شيء بالجمعيه تاعتنا. تسلمي، شكرا جزيلا. يعني انا بشكركم كثير على هذا اللقاء، وان شاء الله احنا بنتمنى انه مزيد ومزيد من الشباب نلتقي معهم في برنامج نارد كاسة. برنامج نارد كاسة فعليا بيقدر انه الشباب لهم دور واسع جدا في المجتمع، ولابد من انهم ياخذوه، لابد من انهم يسمعوا صوتهم، مش بس لفئتهم ويخاطبوا بعضهم البعض، لابد من انه يخاطبوا
باقي الأجيال، لأنه كافة الأجيال مع بعض بنشكل فريق عمل متكامل، وبالتالي رسالتكم لازم توصل للأكبر عمرا، زي ما الأكبر عمرا عم يعني موجودين بالساحة دائما، وصوتهم دائما هو اللي عم يوصل لباقي أفراد المجتمع. شكرا جزيلا لحضوركم معنا لهذه المقابلة الممتعة والرائعة. شكرا آنسة مارينا شحالتوف، وآنسة مريم طمق، وسيد ينال باروقة. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، وإلى أن نلتقي معكم في حلقة جديدة. لكم منا أجمل أمنيات الخير وأطيب الأوقات، والسلام عليكم.